المفروم المقدد. لوصفة اللحم المفروم المقدد: أضع الملح، أضيف إليه مسحوق الفلفل الحار والفلفل الأسود ومسحوق توابل الدجاج. أترك اللحم المنقوع حوالي ربع ساعة جانبا. أمسح قالب الفرن بالزيت. الحيلة التي أستخدمها لتجفيف اللحم المفروم الذي يحتوي عادة على الدهون هو وضعه في الفرن 5 دقائق لتجف بعض الرطوبة وليس لدرجة النضج. أدخله في الفرن الساخن مدة 5 دقائق أو أقل فقط، ثم بعد ذلك قم بتجفيف اللحم تحت أشعة الشمس المباشرة أو من خلال نافذة زجاجية. تغرق تجفيف اللحم 2 أو 3 أيام. وإذا وجدت الجو رطب فقم بالتهوية بالاستعانة بمروحة كهربائية بضع ساعات. في نفس القدر أضفت المزيد من الزيت. قمت بقلي شرائح اللحم المقدد على نار هادئة حتى تتحمر قليلا من الجهتين. يمكنك التذوق للحصول على القرمشة المطلوبة. مقدار الزيت وضعت مقدار من الثوم المهروس المقطعة المحضرة سابقا. وللخروج عن المألوف لم أضف. كذلك أضف التوابل المفضلة لديك: المقدد والبيض سكرامبل، وقلب وحرك المكونات. ثم ضع الرز البارد المطبوخ وقلب المكونات جيدا على نار اللحم المقدد وبهار توابل. تمتع بطعم الأمامي اللذيذ الموجود في اللحم المقدد